قبل ما نبدأ سهرتنا وفيلمنا الأول فلازم تعرف الأول إيه العظمة اللي أنت داخل عليها دلوقتي. دي حاجة اسمها سهرة الخميس، والسهرة دي بتكون عبارة عن ملخص ل3 أفلام أنا بختارهم لك، وبيكونوا كلهم من نفس النوع. بص، من غير ما أطول عليك اعمل لنفسك حاجة تشربها واعملي لايك. بيبدأ فيلمنا الأول بمجموعة من الشباب والبنات وبيكونوا بيحتفلوا على شاطئ وبيكونوا مبسوطين جدا، وبتكون من قوانين الحفلة دي إن محدش فيهم يستخدم التليفون بتاعه، فكلهم وقتها بيطلعوا موبايلاتهم وبيحطوها في كيسة وبيحطوها بعيد عنهم، وده بيكون عشان محدش فيهم يسيبهم ويمسك التليفون بتاعه. وبنتعرف وقتها على واحد اسمه جيلبرت، وبيكون جيلبرت ده جايب معاه بيضه كبيره شكلها غريب جدا ومقرف، وبيكونوا كلهم مش عارفين ايه ده، بس بيكون جيلبرت جايبها عشان يثير اعجاب صحابه، بس كل المحاولات بتاعته بتفشل عشان صحابه بيكونوا بيطنشوه. بعدها بتخلص الحفله وبيجي تاني يوم، وبيكون نصهم نايم في العربيه ونصهم الباقي نايم في البيت، بس بيكون في عدد كبير جدا منهم مش موجود. وقتها بنتعرف على بنت اسمها كيلي، وبتقوم كيلي وقتها من النوم وبتقف تتفرج على الشاطئ، ووقتها بتشوف البيضه اللي جيلبرت كان جايبها مقسومه لنصين، وبينزل وقتها طائر على الارض، وبيكون بيحاول ان هو يطير بس مش عارف، كأن في حاجه في الرمله بتسحبه لتحت، لحد ما مره واحده بيدخل جوه الرمله وبيختفي كأن الرمله بلعته. وقتها بتفهم كيلي ان في حاجه غريبه جوه الرمله، وان لو حد لمسها هيتسحب ويموت، فبتحذر وقتها اصحابها بس بيتريقوا عليها ومش بيصدقوها. وواحده منهم وقتها اسمها مارشا بتحاول تثبت ان كلام كيلي مش حقيقي، وبتنزل وقتها على الرمله، بس اول ما رجلها بتلمس الارض بتلزق فيها ومش بتعرف تحركها، فبتحاول وقتها مارشا ان هي تسحب رجلها باي طريقه بس مش بتكون قادره وبتطلب المساعده. فوقتها بينزل صاحبها من العربيه وبيحاول يروح لها عشان يساعدها، بس وقتها بيقع على الارض والرمله بتاكل وشه، واصحابه كلهم بيكونوا مصدومين من اللي بيحصل، وهو بيكون عمال يصرخ من كتر الالم وبيطلب المساعده، بس وقتها كلهم بيكونوا خايفين ان هم يتحركوا ومش عارفين يعملوا ايه، ووقتها الرمله بتسحبه ومش بيبقى ليه اي اثر، واصحابه كلهم وقتها بيكونوا متوترين جدا من اللي شافوه ومش عارفين يعملوا ايه. فواحد منهم اسمه جونا بيقول لهم ان كل ده بسبب ان هم على رمال متحركه، بس وقتها صاحبته بتتعصب عليه وبتقول له ان الرمال المتحركه بتسحب الاشخاص بس مش بتاكلهم، وان الرمله دي مختلفه عشان دي بتقتل الاشخاص مش مجرد بتسحبه. بس وقتها بيفتكروا ان الرمله دي ما قدرتش تاكل العربيه اللي هم عليها، فبيطمنوا شويه وبيحاولوا ان هم يشغلوها، بس بتكون وقتها الرمله سحبت الطاقه من البطاريه بتاعه العربيه، فوقتها كلهم بيفقدوا الامل. وبتجرب وقتها كيلي ان هي تقرب ايدها من الرمله عشان تعرف اللي بيحصل، وبتلاقي وقتها خيوط بيضه شكلها غريب جدا بتحاول تسحب ايدها لتحت، بس بتكتشف ان الخيوط دي ما تقدرش تاكل الا اللي بيلمس الرمله بس. وقتها بيفوق صاحبهم جيلبرت وبيكون محشور في برميل وبيصرخ وبيتحرك جامد، فبيحاول وقتها اصحابه ان هم يحذروه عشان لو وقع على الرمله هيموت، وبيقولوا له ان في 2 من صحابهم ماتوا بسبب الرمله دي. ووقتها جيلبرت مش بيفهم قصدهم بس بيثق فيهم وبيوقف حركه، فكلهم وقتها بيتفقوا ان هم يفضلوا في مكانهم لحد ما يفكروا في طريقه يقدروا يهربوا بيها، وبيفضلوا وقتها يحاولوا يفكروا في الحاجه اللي خلت الرمله تتحول وتبقى كده، مع انهم امبارح كانوا بيتحركوا بشكل طبيعي عليها وما كانش في اي حاجه بتحصل. ووقتها بيفتكروا صحابهم اللي كانوا في الحفله امبارح وكانوا مفكرينهم مشوا الصبح بدري وروحوا، وبيعرفوا وقتها ان هم ماتوا والرمله سحبتهم، وان هم بس اللي فضلوا عايشين من كل اللي كانوا موجودين في الحفله امبارح، وسبب ان هم عايشين ان هم كانوا فوق حاجه وبعيد عن الرمله، انما اصحابهم التانيين كانوا نايمين على الرمله على طول فاتاكلوا. ووقتها بيشوفوا البيضه وبيلاقوها مقسومه، فبيفهموا وقتها ان هي مش طبيعيه وان اكيد في كائن جواها نزل تحت الرمله وهو اللي بيعمل كل ده، فبيكونوا وقتها عايزين يعرفوا الكائن ده مكانه فين بالظبط في الرمله، فبيجيبوا اكل وبيفضلوا يرموه على الرمله في اماكن مختلفه، ووقتها بياخدوا بالهم ان في مكان على الرمله الاكل ما تسحبش منه، بس بيكون المكان ده بعيد عنهم وصعب جدا ان هم يعرفوا يوصلوا له. وقتها بيجي غراب وبيقف قدام جيلبرت، فوقتها بيشوف جيلبرت الغراب بيتاكل والرمله بتسحبه، فبيفهم وقتها جيلبرت كلام صحابه عشان ما بيكونش شاف اي حاجه حصلت قبلها. ووقتها بيحاول واحد منهم يتحرك من العربيه بالواح تزلج علشان رجله تكون بعيده عن الرمله، وفعلا وقتها بيفضل يمشي بيها لحد ما بيوصل للترابيزه، بس قبل ما يطلع عليها بيتزحلق، فبيحاول وقتها ان هو يمسك الترابيزه، بس خيوطه وقتها بتكون وصلت لجلده، فاول ما بتلمسه بينط بسرعه وبيقف على الترابيزه، بس وقتها جلده بيكون باين عليه اللسعه بتاعه الخيوط اللي اتلسعها، فبيقول لهم وقتها ان اللسعه دي شبه لسعه اناديل البحر بس الالم اكتر منها 10 اضعاف. وبيحاول بعدها يقوم ويدور على اكل في شنطه مارشا، وفعلا بيلاقي وقتها موزه بس بتقع على الرمله، فهو بيحاول ان هو ياخدها من غير ما يلمس الرمله، وبيلاحظ وقتها ان المكان اللي وقعت عليه ما فيهوش خيوط، فبيفتكر وقتها ان هم كانوا مولعين فوق الحته دي نار في الحفله، وبيعرف ان نقطه ضعف الكائن ده هو النار، فبيمشي وقتها على الرمله دي ومش بيحصل له حاجه، وبيكونوا كلهم مستغربين، وبيقول لهم وقتها ان نقطه ضعف الكائن ده هي النار، وبياكل بعدها الموزه، بس وقتها بيلاحظ ان الحروق اللي في جلده بتزيد بشكل كبير، وبيقول لهم وقتها جيلبرت ان الموبايلات كلها في صندوق العربيه، فوقتها روني وجيم بيحاولوا يفتحوا صندوق العربيه وبيفضلوا يسندوا في بعض، بس روني وقتها بتتزحلق وقبل ما تقع بثانيه بتقدر تسيطر على نفسها، بس شنطه العربيه بتقفل على ايدها وبتفضل تصرخ من الالم. وقتها تيجي عربيه شرطه فيها ضابط، وبيفضلوا وقتها يندهوا عليه ويحذروه من الرمله، وبيقولوا له ان هو ممكن يموت لو نزل، وبيطلبوا منه ان هو يطلب الدعم، بس هو وقتها مش بيكون فاهم قصدهم ومش مصدقهم وفاكرهم سكرانين،
جين، فبينزل من العربيه وبيلمس الرمله بس مش بيحصل له حاجه، وبنعرف وقتها ان ده بسبب ان هو لابس جزمه في رجله، وبيعرفوا ان الكائن ده مش بيعرف ياكل الشخص لو في اي حاجه فاصله ما بين الرمله وما بين رجله. ووقتها بيروح الضابط لجيلبرت وبيحاول يطلعه من البرميل بس مش بيقدر، فبيروح بعدها روني وبيلاقي ايدها متعوره ومقفول عليها من العربيه، فوقتها كان بيحاول يطلع عصايه عشان يقدر يساعد روني بيها، بس في وسط ما هو بيطلع العصايه المفاتيح بتاعته بتقع، فبينزل وقتها الضابط عشان يجيبها، بس وقتها ايده بتلمس الرمله وبتتسحب، وهو وقتها بيفضل يصرخ من الالم ومش عارف يعمل ايه، فوقتها بتقول له كيلي يجرب يستخدم البخاخ بتاع الفلفل عليها، وفعلا وقتها بيقدر يسحب ايده بس بتكون اتقطعت، ووقتها الضابط بيفقد توازنه وبيغمى عليه، وكيلي وقتها بتروح عليه وبتاخد البخاخ بتاع الفلفل وبتسيبه من غير ما تساعده، ووقتها كلهم بيفقدوا الامل وبيكتئبوا عشان دي كانت اخر فرصه يقدروا يهربوا بيها من المكان، بس وقتها واحد صاحبهم بيقول لهم ان خيوط في الاول ما قدرتش توصل ليه بسبب الجزمه اللي هو كان لابسها، وبيطلب وقتها من واحده ان هي تحدف له اي قماش عندها، وفعلا وقتها بتحدف له بس هو بيلقطهم بيقع السور اللي هو كان ساند عليه، وجسمه وقتها بيقع على الرمله وخيوط بتمسكه وبيموت قدام صحابه. وقتها كيلي بتفكر ان هي تستخدم السور اللي وقع، وبتنط بعدها على العربيه بتاعت جين وبتقول لها وقتها ان هم لازم يهربوا من المكان ده في اسرع وقت. وقتها هم الاثنين بيساعدوا روني تطلع ايدها من العربيه، وفعلا بيقدروا وقتها يطلعوا ايدها من العربيه، بس روني بتكون بتتوجع جدا من كتر الالم، ووقتها بيستخدموا السور كجسر ليهم، وبيروحوا بعدها للترابيزه اللي كان جين قاعد عليها، وجين وقتها بتوصل للترابيزه وبعدها كيلي، وبعدها بيجي دور روني، بس بتكون ايدها وقتها وجعها جدا وعماله تنزف، فبتفقد وقتها توازنها مره واحده وبتقع على الرمله. وقتها كيلي بتحاول تنقذها ببخاخ الفلفل، بس وقتها الرمله بتقدر تسحبها وبتموت روني. بعدها كيلي بتحاول ان هي تنفذ الخطه بتاعت صاحبها اللي وقع من على السور، وبتلف وقتها على رجلها قماش كتير جدا، وبتجري في اتجاه العربيه بتاعت الشرطه عشان دي املهم الاخير. ووقتها جيلبرت بيكون بيحتفل ومبسوط جدا، بس وقتها الارض من تحته بتتهز جامد وبينزل دم من بق جيلبرت، وبنعرف بعدها ان الكائن ده قدر ان هو يخرج من الرمله ويخش جوه البرميل ويسحب جيلبرت لتحته ويموته. ووقتها بتكون جين وكيلي مصدومين جدا من ده وخايفين جدا، وبتكون جين وقتها قدرت ان هي توصل للعربيه واستخدمت نفس طريقه كيلي، بس وقتها الكائن ده بيقدر يحرك العربيه جامد وبتقع وقتها جين وبتفقد وعيها. وبعدها بيجي الليل وبتصحى جين وبتدور وقتها على اي حاجه تقدر تساعد بيها جون عشان كان مغمى عليه، وبتلاقي وقتها مركب نجاه فبتفتحه على الرمله، وكيلي وقتها بتحاول ان هي تدخل جون جوه العربيه، بس قبل ما تركب الكائن ده بيظهر وبيحاول ياكلهم، بس وقتها بتمسك البنزين وبتفضل تكب على الرمله وحواليها، وبتمسك بعدها كبريت وبترميه على الكائن، ووقتها الكائن ده بيتحرق وبيموت، بس هم مش بيكونوا عارفين وقتها هل هم فعلا كده نجحوا ان هم يموتوه ولا لا، ومن كتر التعب بيناموا في العربيه. بيجي بعدها تاني يوم وبيجي شخص غريب ناحيتهم وبيخبط عليهم، وبيعرفوا وقتها ان هم نجحوا والكائن مات عشان الراجل ده كان قادر ان هو يمشي على الشط عادي برجله، فبينزلوا وقتها وبيكونوا فرحانين جدا ان هم قدروا ينجوا من وسط كل اصحابهم اللي ماتوا. بنروح بعدها الراس مدرس وهي بتنفجر، وبيخرج مكانها شيء مرعب، عينه واسعه وابتسامته مخيفه، وبعد شويه لحظات من الصمت بيبص لهم وبيقول لهم انا اسمي داروما وهنلعب سوا لعبه صغيره، وبيتفق معاهم اتفاق، وهو انه لو لف راسه وشاف اي حد بيتحرك هيفجر راسه ويقتله على طول، بس بيقول لهم برضو ان مسموح ليهم ان هم يتحركوا طول ما هو مش باصص عليهم. وبيبدا داروما على طول وبيلف راسه وبيشوف ان في طالب بيتحرك وبيقتله على طول في وقتها. وكان في حاجه غريبه قوي بتحصل، وهي ان كل طالب بمجرد ما يتقتل كانت بتخرج من راسه بدل الدم كرات حمراء صغيره، وبعدها بمجرد ما داروما بيديهم ظهره بيطلع حبه طلاب وبيحاولوا ان هم يفتحوا الباب، بس بيطلع ان الباب مش بيفتح وان هم محبوسين ومش هيعرفوا يطلعوا. وبعدها بيلف داروما تاني وبيقتل اللي كانوا بيحاولوا يفتحوا الباب، وبيكون كل الطلاب مرعوبين جدا، بس بيظهر طالب اسمه ساكاتي وبيحاول يهديهم وبيقول لهم ان كلهم هيموتوا وان اللعبه كده كده مش هتسيب حد حي، وبيقول لهم ان الحاله الوحيده اللي ممكن نقدر نعيش فيها وهي ان في زرار في ظهر داروما لو قدرنا ندوس عليه اللعبه هتقف وهنعيش. وفي وقتها في طالب منهم بيتحمس وبيجري علشان يدوس عليها، بس وقتها داروما بيلف بسرعه جدا وبيقتله. وبنعرف ان دي الطريقه اللي دايما داروما بيستخدمها، وهي انه يكون بيتكلم بالراحه جدا، بس اول ما يحس ان في حد قرب منه او ان في حد بيتحرك بيلف بسرعه جدا وبيقتله. بعدها بنكتشف احنا والطلاب ان بيكون في مؤقت للوقت في ظهر اللعبه، وبنعرف ان اول ما المؤقت ده يقف الطلاب كلهم هيموتوا، وبنعرف ان مش قدامهم غير دقيقه واحده بس. فبيحاول الطلاب يقربوا من داروما علشان يدوسوا على الزرار ويخلصوا من الكابوس ده، بس بيتزحلقوا بسبب كور الدم اللي على الارض، وداروما وقتها بيلف وبيموتهم، وبيكون اغلب الطلاب ماتوا ومش بيكون فاضل في الفصل غير تاكاهاتا وساكاتي، وبيكون فاضل من المؤقت ده 10 ثواني بس. فبيعرف وقتها تاكاهاتا وساكاتي ان هما الاثنين مستحيل يكسبوا في التحدي ده غير بخطه ينفذوها هما الاثنين سوا، وبتكون الخطه دي هي ان ساكاتي هيوطي وتاكاهاتا هينط من فوق ظهره ويروح لداروما ويطفيه، وحرفيا في اخر ثانيه بيقدر تاكاهاتا ان هو يدوس على الزرار ويطفي داروما. وبعدها بنشوف ان داروما متضايق جدا ان هو خسر التحدي، وبيكون ساكاتي
وتاكاهاتا فرحانين جدا ان هم هيعيشوا وقدروا ان هم يهزموا اللعبه دي، بس في لحظه راس ساكاتي بتنفجر وبيقول داروما ان اللي فاز في التحدي ده هو تاكاهاتا علشان قدر ان هو يدوس على الزرار، وبيكون تاكاهاتا مصدوم جدا من اللي حصل في صاحبه، وبيقول له داروما جمله وبيكون بيحرق له اللي هيحصل بعد كده، والجمله دي بتكون هي ان القطه جايه. وبعدها باب الفصل بيفتح وبيظهر بنت اسمها تشيكا، وبنكتشف ان تشيكا دي هي البنت اللي تاكاهاتا بيحبها، وبتكون تشيكا مصدومه ومرعوبه من اللي بيحصل، فبيطلع تاكاهاتا من الفصل علشان يطمن عليها، وبتقول له تشيكا ان هي كمان كانت في نفس التحدي بتاع داروما، وان هي بس اللي نجت منه عشان لما قدرت تدوس على الزرار كانوا كل اللي معاها في الفصل ماتوا. فبيقول لها تاكاهاتا ان ده نفس اللي حصل معايا برضه، واننا لازم نتصل دلوقتي بالبوليس علشان يقدر يلحقنا. بس بمجرد ما بيطلع تاكاهاتا موبايله بيلاقي ان المكان ما فيهوش شبكه، فبيجي للاتنين حاله ذعر وبيحاولوا ان هم يطلعوا ويهربوا من المدرسه دي باي طريقه، بس بيطلع ان هم الاتنين محبوسين وحتى الابواب مقفوله ومش راضيه تفتح مهما حاولوا. فبيمسك تاكاهاتا طفايه حريق وبيحاول ان هو يكسر الازاز، بس بيلاقي ان كل ده من غير فايده، وفجاه بيلاقوا ان في باب من الابواب بيفتح وبيطلع ان هو الباب اللي بيوصل على صاله الالعاب الرياضيه، ولكن للاسف بمجرد ما بيدخلوا الباب بيقفل تاني مره واحده. بس الحاجه اللي بتطمنهم شويه ان هم مش بيكونوا لوحدهم، وبيكون معاهم طلاب تانيين وبيكونوا لابسين لبس شبه بتاع الفيران. فبيعرف تاكاهاتا على طول ان هم هيخشوا على لعبه جديده، وبيكون مكتوب على الارض ان هم علشان يطلعوا عايشين من التحدي ده لازم يدخلوا الكوره في السله، وبعدها الارض بتتهز جامد جدا وبتتكسر، وبيطلع تمثال من الارض على شكل قطه، وبتاكل القطه في وقتها طالب لابس لبس الفار، وبعدها القطه بتروح لتاكاهاتا وتشيكا بس مش بتاكلهم. فبيعرفوا وقتها ان القطه بتاكل اللي لابسين لبس الفار بس. وبعدها تاكاهاتا بيشوف كوره جايه له من على الارض، وبيعرف ان دي الكوره اللي لازم يدخلوها في السله، وبيعرفوا ان السله اللي المفروض يدخلوا فيها مش السله العاديه بتاعه الصاله، وان هم لازم يدخلوا في سله تانية موجوده في القطه. فبيقول تاكاهاتا لبقيه الطلاب الموضوع ده، فبيطلع ان في وسط الطلاب طالب بيكون لاعب كره سله محترف، فبيطلب من البنت تحدف له الكوره بسرعه، فبياخدها وفعلا بيحدفها، وكانت خلاص هتخش في الشبكه، بس في اللحظه الاخيره القطه بتاخد بالها وبتمسكها وبترمي الكوره على لعيب الباسكت المحترف بقوه جدا لدرجه ان هو بيموت. بعدها القطه بتبص على تاكاهاتا وتشيكا بس مش بتاكلهم، وبتقعد تبص على بقيه الطلاب، وبتلاقي ان في كذا طالب بيكونوا لابسين لبس الفار، فبتروح عليهم وبتاكلهم. فوقتها تاكاهاتا بيقول للطلاب يقلعوا لبس الفار ده بسرعه علشان القطه بتاكل الطلاب اللي بيكونوا لابسين لبس الفار بس، وكلهم بيسمعوا كلامه وبيقلعوا اللبس، وبيبقوا فاكرين ان كده القطه مش هتاكل حد فيهم. بس وقتها لما القطه مش بتلاقي طلاب لابسين لبس الفار بتقعد تاكل وتقتل في اي حد، فالطلاب كلهم بيفضلوا يجروا وهم خايفين. فبتتدحرج الكوره تاني جنب تشيكا، وبتلاحظ تشيكا وقتها ان في مؤقت شغال في الكوره ومش فاضل فيه غير 3 دقايق وبس. وفي نفس اللحظه دي القطه بتكون خلاص هتقتل تشيكا، بس تاكاهاتا لما بيلاقي ان حبيبته هتتقتل بيلبس بسرعه لبس الفار وبيعرض حياته للخطر، وبيفضل ينده على القطه علشان يقدر ينقذ حبيبته. فالقطه فعلا بتجري عليه وبتسيب تشيكا. وقتها تاكاهاتا بيفضل يجري وبيحاول ان هو يشتت القطه، وبيطلب وقتها تاكاهاتا من بقيه الطلاب ان حد فيهم يرمي له الكوره، بس وقتها كلهم بيكونوا خايفين ان هم يتقتلوا لما يعملوا كده ويحصل فيهم زي ما حصل في لاعب السله المحترف. بس وقتها بيدرك تاكاهاتا ان هو فاهم القطه بتقول له ايه، وده علشان هو لابس لبس الفار، وبيطلع ان القطه بتاعتنا مش عايزه غير ان هو يهرش لها في ظهرها علشان تقدر تنام. فبمجرد ما بيفهم تاكاهاتا ان ده كل اللي القطه عايزاه بيجري بسرعه وبيطلع على ظهرها وبيفضل يهرش لها، وبيقول لهم تاكاهاتا بعدها يهرشوا معاه على القطه علشان القطه تنام واللعبه تخلص. وفعلا القطه بتكون نامت بعد ما كله راح وهرش لها. فبيعرف تاكاهاتا ان ده وقت ان هو يرمي الكوره في السله اللي في القطه، بس بيجي له وقتها حد من الطلاب وبيقول له هات الكوره انا اللي ارميها، علشان ممكن يحصل زي اللعبه اللي فاتت واللي يدخل الكوره في السله بس هو اللي يعيش. وبيفضلوا كلهم يتخانقوا على مين هياخد الكوره ويرميها، وبسبب صوت خناقهم العالي القطه بتصحى تاني وبتبدا تقتل فيهم من جديد. فبيفضل تاكاهاتا يفكر يعملوا ايه علشان يقدروا ان هم يخلصوا اللعبه. فبيقرر تشيكا وتاكاهاتا ان هم يحطوا كوره حقيقيه وكوره مزيفه ويلفوهم بحيث ان ما يبانش منهم حاجه علشان يقدروا ان هم يشتتوا القطه. بس بيبان ان الكوره المزيفه مع تاكاهاتا وهو بيجري علشان بيظهر منها جزء والقطه بتشوفه. وقتها تشيكا بترمي الكوره اللي معاها في القطه، بس القطه بتقدر ان هي تمسكها، بس بعدها بيرمي تاكاهاتا الكوره اللي معاه، وبيطلع ان الكوره الحقيقيه هي بتاعه تاكاهاتا، وان هم كانوا مغلفينها بكوره تانية مش حقيقيه علشان يقدروا يشتتوا القطه. بس للاسف الكوره مش بتخش في السله. بس في اللحظه الاخيره بيظهر طالب من ورا القطه وبينط وبيمسك الكوره وبيدخلها هو بنفسه. فبعدها القطه بتفضل تقول اسماء الناجيين، وبتقول اسماء 3 اشخاص بس، وهم تاكاهاتا وتشيكا وامايا، وبنعرف ان امايا ده هو اللي دخل الكوره في السله. بس تاكاهاتا وتشيكا بيستغربوا لما ما يلاقوش اسماء باقي الطلاب، بس بنعرف وقتها ان ده بسبب ان امايا قتلهم. وبنعرف ان امايا ده سايكوباتي وبيحب الالعاب دي علشان قدرت تخليه يظهر على حقيقته. بس اول ما بيعرف تاكاهاتا ده بيشتم امايا وبيقول له انت ازاي شخص حقير كده، بس بيقول له امايا
على فكره انت كمان جواك شخص زيي بس انت لسه ما اكتشفتش ده. فبتتعصب تشيكا وبتقول له انت شخص حقير، مستحيل تاكاهاتا يكون شبهك. بس وقتها القطه بتطلع دخان غريب، وبنروح وقتها الاسره بتكون قاعده قدام التلفزيون وبيكونوا بيتفرجوا على الاخبار، وبنكتشف وقتها ان الاحداث اللي بتحصل دي بتكون بتحصل في طلاب العالم كله، ومات في الاحداث دي في حدود 10 مليون طالب، ومش بيكونوا عارفين مين اللي ورا الموضوع ده، بس بيعرفوا ان غالبا دول كائنات فضائيه، وبيكون في مربعات بيضاء بتطير حوالين العالم كله، وبيكونوا بيتوقعوا ان الطلاب اللي نجوا اتحجزوا جوه المربعات دي، وبتكون الشرطه بتحاول تلاقي حل علشان يقدروا ان هم يحرروهم، بس ما بيكونش في اي حل الشرطه قادره ان هي تعمله. بعدها بنرجع لتاكاهاتا وبنعرف ان القطه نفخت في وشهم دخان خلتهم يغمى عليهم ونقلتهم جوه المكعبات البيضاء، ولما بيفوق تاكاهاتا بيلاقي حبيبته القديمه في وشه، وبنعرف ان هم كانوا مرتبطين من 3 سنين، وبيظهر ان في 2 طلاب كمان معاهم ومنهم طالب عبقري، وبيعرف تاكاهاتا ان اسمهم كلهم بيبدا بحرف التي، فهم كده متقسمين على حسب اسمائهم. فبيخاف جدا تاكاهاتا على تشيكا علشان عارف ان هي كده مع امايا علشان اسمها الاول بيبدا بحرف الالف، فبيحاول تاكاهاتا يتحرك ناحيه الباب بس بيطلع مقفول، وقتها بيلاقي طالب من الطلاب زر فبيدوس عليه وبيطلع ان الزر ده بيجيب الاخبار، فبيعرفوا الطلاب ان هم جوه المربعات البيضاء الطايره في الهواء، وان اللي بيحصل فيهم ده بسبب المخلوقات الفضائيه. وبعدها بيظهر على الشاشه جمله بتقول جيب المفتاح علشان تقدر ان انت تنهي اللعبه. بعدها بيخش عليهم الاوضه 4 كائنات شكلهم غريب وبيقولوا لهم ان اللعبه هتبدا، فبيسالهم الطالب العبقري هو احنا هنلعب ايه، فبنعرف ان اللعبه الجديده دي هي ان طالب بيقعد والكائنات دي بتلف حواليه، ولما الاغنيه بتخلص الطالب المفروض يعرف مين اللي وراه، وبنعرف ان عينه لازم تكون متغميه وقتها، وفعلا بتبدا اللعبه والكائنات بتفضل تلف من وراه، وبعدها بيسالوه مين اللي وراك دلوقتي، فبيكون الطالب العبقري متوتر جدا وبيجاوب غلط، وبيطلع ولا عبقري ولا حاجه، وبيصوبوا عليه اشعه الليزر، وبتطلع ان الاشعه دي بتخليهم يقدروا يتحكموا في الطالب، فبيفضل الطالب يضرب نفسه بقوه في الارض لحد ما بيموت. بعدها الكائنات دي بتروح ناحيه واحده منهم وبيقولوا لها ان الدور دلوقتي عليها، فبتقول لهم ان هي مش عايزه تلعب، فبيقولوا لها براحتك، وبيبقوا خلاص هيضربوها بالليزر، فبتقول لهم خلاص هلعب، وهي كانت مرعوبه جدا، وفعلا بيلفوا حواليها وبيفضلوا يغنوا ويلفوا، بس لما اللعبه بتخلص بتقعد تفكر وقت كبير جدا ومش بتلحق تجاوب وتقول مين اللي وراها، فبيضربوها بالليزر وبيخلوها تقتل نفسها بطريقه بشعه، وهي ان هم بيقسموها نصين. وبعدها الكائنات دي بتروح لهم وبتقول لتاكاهاتا ان الدور على الاكس بتاعتك، فبيقول لهم تاكاهاتا انا اللي هلعب دلوقتي وهبدل معاها، فبتوافق الكائنات وفعلا بيغموا عين تاكاهاتا وبيفضلوا يلفوا حواليه ويغنوا، وبيجي وقت الاختيار وتاكاهاتا بيفاجئهم كلهم علشان بيقدر ان هو يختار صح. وقتها الكائنات بيكونوا متضايقين جدا وبيعرفوا ان ده بسبب ان هو قدر يميز اصواتهم، فوقتها الكائنات دي بتتدمر وبيقدر ينقذ حياه الاكس بتاعته، وبيبقى في وقتها مفتاح واقع فبيمسكه وبيطلع من الباب، وبيلاقي طالب تاني بيجري وراه كائن شكله مرعب جدا، وبيطلع ان الكائن ده بيقتل اللي بيبقوا واقفين لوحدهم، فبيمسكوا هما الثلاثه ايد بعض وبيمشي الكائن اول ما يشوفهم مع بعض. بنرجع بعدها فلاش باك وبنشوف ازاي الاكس وتاكاهاتا عرفوا بعض، وبيطلع ان هي كانت هتنتحر، فبالصدفه كان هو واقف عمال يكسر في كوبايات في الحيطه علشان كان متضايق جدا، فعلمها لما تبقى متضايقه ان هي تعمل الحركه دي وهتهدى كتير. وقتها هما الاثنين وقعوا في حب بعض وفضلوا سوا. بنرجع بعدها تاني للوقت الحاضر وبتكون تشيكا بتجري من الكائن المخيف، فبيشوفها تاكاهاتا وبيجري عليها وبيمسك ايدها في اخر لحظه، بس وقتها الاكس بتكون غيرانه جدا علشان ساب ايدها ومسك ايد تشيكا، وبعدها بينزل كائن شكله غريب، وبنعرف ان هم محتاجين 7 اشخاص ب7 مفاتيح والا هيموتوا، وبيكون معاهم وقتها 4 مفاتيح بس و6 اشخاص، فمش بيكونوا عارفين يعملوا ايه، والوقت وقتها بيكون بيعدي ومش فاضل غير دقيقتين، فبيترمي لهم من بره 3 مفاتيح من ورا الباب، وبيكون الشخصين دول امايا وشخص تاني، بس اول ما بيعرف امايا ان هم محتاجين شخص واحد بس بيقتل الشخص اللي كان معاه، وبيقول لهم انه كان محتاج له عايش عشان الكائن المخيف اللي بيقتل اي حد بيكون واقف لوحده. بعدها بيدخلوا مفاتيح في الكائن الغريب، وبعدها اللعبه بتنده على اسمائهم وبتقول ان دول اللي نجحوا في اجتياز اللعبه، وبتديهم سله فيها لبسهم، وبتقول لهم لو عايزين تفضلوا عايشين البسوا لبسكم، وبتفتح لهم بوابه غريبه وبيكون في صوت غريب جواها، فبيخش الطلاب بعد ما بيكونوا لبسوا، وبيظهر دب قطبي عملاق وبيعرفهم ان اللعبه الجديده هتعتمد عليهم بشكل اساسي، وبتكون اللعبه هي ان الدب بيسالهم اسئله وان اللي بيكذب بس هو اللي بيموت، بس اللي بيقرر مين الكذاب فيهم هم بقيه الطلاب، وفي نفس الوقت لو مفيش فيهم حد كذاب محدش هيموت واللعبه هتخلص. فبيكون اول سؤال هو ايه هو اكلتكم المفضله، فكل واحد بيقول له اكلته المفضله، بس في واحد منهم بيقول ان الخضار هي اكلتي المفضله، فبيقول الدب وقتها ان واحد منكم هو الكذاب، ولو ما حددتوش مين هو في خلال دقيقتين انا هقتلكم كلكم، فبيقول لهم امايا ان اللي بيكذب هو الطالب اللي قال الخضار، فكلهم بيقتنعوا وبيتفقوا عليه، وفعلا الدب بعدها بيقتله، بس بنعرف بعدها ان الطالب ده ما كانش بيكذب. بعدها بيقول لهم الدب السؤال اللي بعده وبيكون هو انتوا بتحبوا تاكاهاتا ولا لا، فبيقول لهم
امايا ان هو بيحبه، وبتقول تشيكا ان هي برضه بتحبه، والاكس بتقول له ان هي لسه بتحبه. فبيقول له الدب بسخريه انت عندك شعبيه كبيره، بس هل انت بتحب نفسك؟ فبيقول تاكاهاتا لا انا مش بحب نفسي. فبيقول الدب ان في واحد كداب ما بينكم، قدامكم دقيقتين علشان تعرفوا مين هو وتطلعوه. فتشيكا بتشك في امايا علشان بتفتكر ان هو اصلا سايكوباتي، فبتحس ان هو عايزهم كلهم يفضلوا يقتلوا في بعض، علشان كده بتفتكره بيفضل يكذب وهو قاصد. بس الطالب ده بيقول ان تاكاهاتا هو الكذاب، علشان بيقول ان هو ما بيحبش نفسه ومفيش حد ما بيحبش نفسه. بس وقتها بيفكر تاكاهاتا في حاجه مختلفه، وهي ان كل الالعاب كان من شروطها ان في ناس تموت، ما عدا اللعبه دي كان ممكن كلهم يعيشوا. فبيقول له الدب انت ذكي جدا علشان قدرت تلاحظ ده، علشان كده احنا زارعين وسطكم واحد مننا بس يكون شكله بشري زيكم، علشان نضمن ان هيكون في كذاب ما بينكم وان القتل هيفضل شغال. بعدها في طالب منهم بيروح لاكس تاكاهاتا وبيقول لها ان هي اللي مزروعه وسطهم علشان ما حدش فينا يعرفك. فتشيكا بتدافع عنها وبتقول لهم لا وان هي تعرفها من زمان وان هي صاحبتها. وبيكون تاكاهاتا في الوقت ده عمال يفكر، بس كلهم بيقولوا عليها هي الكذابه وبيشاوروا عليها. وقتها لما بتعرف ان هي هتموت خلاص بتقول لتاكاهاتا ان هي فعلا بتحبه، وبعدها الدب بيقتلها. فبيكون تاكاهاتا مصدوم جدا ان حبيبته السابقه ماتت بالطريقه الوحشيه دي، وبيكون حزين جدا بطريقه ما تتوصفش، وبيقعد يفتكر الذكريات اللي بينهم. وقتها الدب بيقول ان مش هي الفضائي اللي زرعوه وان هي كانت انسان وكانت صادقه. فوقتها تاكاهاتا بيقف في وش الدب وبيقول له انا عرفت مين هو الكذاب، انت هو الكذاب ومفيش حد بينا كذاب غيرك. وبيقول له امويا اخيرا لاحظت ده، وبيطلع ان امويا بسبب ذكائه كان عارف من الاول ان الدب هو الكذاب. وقتها الدب بيتعصب جدا علشان اتقفش، وبيفضل يهجم عليهم كلهم وبيحاول يقتل فيهم، بس بيقع الدب وبيتحرق. وبنعرف ان هو مات بسبب ان هو فشل في الكذب عليهم وبيتحول لونه للون الاسود. بس قبل ما يموت بيقول اسماء الناس اللي نجحت وهيعدوا للعبه اللي جايه. وقتها بياخد تاكاهاتا السلسله بتاعه الاكس بتاعته وبيتحول المكان اللي هم فيه لمكان تاني مختلف، وبيطلع كائنات غريبه وبيقولوا لهم اللعبه اللي جايه والقوانين بتاعتها. وبيطلع ان اللعبه اللي جايه اسمها ماتاروشكا، ودي لعبه صعبه جدا في اليابان. فاول ما بيعرف الطلاب ده بيحزنوا جدا وبيفقدوا الامل جدا، وده بسبب ان هي صعبه وغالبا واحد بس فيهم اللي هيفضل عايش منها. وبتكون قوانين اللعبه ان الكائنات دي هيختاروا واحد وهيكون هو الشيطان، ومهمته ان هو يختار علبه ويحطها في مكان محدد، وبعدها الباقي هيستخبوا. والشيطان هيحاول يمسك 3 منهم ويحطهم في مكان اسمه السجن، ولو قدر ان هو يمسك 3 فكلهم هيموتوا. بس لو في حد منهم قدر ان هو يضرب العلبه قبل ما الشيطان يمسكهم كلهم هيتحرروا ومحدش هيموت. بس المشكله ان اللي هيضرب العلبه دي العلبه هتنفجر فيه وهيموت، فبكده لازم حد يضحي بحياته علشان يقدر ان هو ينقذ الباقي. وبتختار الكائنات دي امايا هو الشيطان، واول ما الطلاب بيعرفوا كده بيخافوا جدا عشان عارفين ان امايا سايكوباتي، وبيكون امايا فرحان جدا. وقتها كلهم بيجروا بسرعه من امايا وبيهربوا، وبيمسك امايا واحده من العلب دي وبيحطها في مكانها. بعدها بيمسك امايا 2 من الطلاب وبيضربهم وبيحطهم في السجن، وبيكون تاكاهاتا وتشيكا مستخبيين وشايفينه من الشباك، وبيعرفوا ان هو شافهم. فبيلاقوا حبل وبيقرروا يهربوا وينطوا بيه من الشباك. فبينط تاكاهاتا بسرعه، وبتقرر تشيكا ان هي تروح تواجه امايا علشان توفر وقت لتاكاهاتا. وقتها بيكون فعلا هرب تاكاهاتا وبيكون مستخبي من امايا. فبيقول له امايا وقتها انه مش هيمسكه وان هو خلاص مسك ال3 ومش محتاج يمسكه علشان يخلص اللعبه، وبيوعده ان هو لو طلع هيخلص اللعبه وهما الاثنين هيفضلوا عايشين. بس وقتها تاكاهاتا مش بيوافق علشان تشيكا كده هتموت. وقتها برضه بتعلي تشيكا صوتها وبتقول له انت مش شبهه، انت انضف منه بكتير، اوعى تخرج وتستسلم علشان خاطري. فبيقرر تاكاهاتا انه يطلع ويضحي بنفسه علشان خاطر تشيكا، وبيشوف قدامه درع حديدي فبيقرر ان هو يلبسه. وبيقول له وقتها امايا اخرج وهتفضل عايش. فبيقول له تاكاهاتا حاضر وهخرج دلوقتي. وكلهم بيكونوا خايفين جدا ان تاكاهاتا يضحي بيهم، بس بيكون تاكاهاتا خارج ولابس الدرع الحديد علشان امايا ما يقدرش ان هو يقول اسمه غير لما يشوف وشه، وهو كده مخبي وشه في الخوذه بتاعه الدرع الحديد. فبيفضل امايا يضحك جدا علشان بيكون تاكاهاتا مش قادر يتحرك بسبب التقل بتاع الدرع، وبسهوله بيقدر امايا ان هو يقلعه الخوذه بتاعه الدرع. واول ما بيشوف وشه فعلا بيقول اسمه، بس بيطلع ان كل ده خطه من تاكاهاتا علشان يربطه بسلسله. وطلع ان تاكاهاتا عمل كده لما كان امايا بيقلعه الدرع. وقتها بيقول له تاكاهاتا احنا عمرنا ما كنا شبه بعض، انت شخص حقير وبتتمنى موت اللي حواليك في مقابل ان انت تنجو بنفسك، انا عمري في حياتي ما هكون شبهك. وقتها بيشد امايا السلسله وبيتحدى تاكاهاتا وبيقول له برضه هتغلب عليك. فبيقول له تاكاهاتا انا ما لبستش الدرع ده علشان اخبي وشي منك ولا علشان احمي نفسي من الانفجار، انا لبسته علشان السبب ده وبس. وبنشوف ان تاكاهاتا بيرمي نفسه من فوق المبنى علشان يقدر ان هو يشد امايا معاه ويعطله. فبيفضل امايا يشد في الدرع الحديدي علشان ما يقعش. ولما بيطلع امايا الدرع الحديدي من الميه بيطلع ان تاكاهاتا قدر ان هو يقلعه، وبيقدر تاكاهاتا ان هو يطلع تاني بسرعه للبرج. فبيحاول امايا ان هو يكون اسرع علشان عارف ان تاكاهاتا هيضحي بنفسه وينقذهم. وفعلا بيقدر تاكاهاتا ان هو يتجه ناحيتها وبيكون خلاص مش قادر، وهو ماشي هما الاثنين بيجروا ناحيتها. وفي اللحظه الاخيره تاكاهاتا بينجح وبيقدر ان هو
يشوطها، بس بتطلع ان هي مش هتنفجر ولا حاجه، والدنيا بتليل وبتطلع الكائنات الغريبه دي وبتقول ان اللعبه انتهت، وبسبب ان تاكاهاتا حرر السجناء فبكده خسر امايا، وبتنده الكائنات اسمهم وبتقول ان هم دول اللي كسبوا التحدي، فبيفرحوا جدا كلهم علشان هيعيشوا، وبيسالهم تاكاهاتا عن المتفجرات وليه ما اتفجرتش، فبتقول لهم ان دي كانت كذبه صغيره. وقتها بيمسك امايا كائن وبيقول له انا ما ينفعش اموت، فالكائنات كلهم بتقول له ان انت هتعيش وان محدش جاب سيره الموت وان اللعبه دي محدش هيموت فيها، وبيطلع وقتها العاب ناريه كتير علشان الاحتفال ان هم كلهم كسبوا وفضلوا عايشين، وبيطلع الكائنات دي ايس كريم ليهم علشان ياكلوه بمناسبه المكسب، وفعلا بياكلوه كلهم. وبعدها بيفضل تاكاهاتا يكلم تشيكا وبيقول لها انه عايز لما يرجعوا يرتبطوا ويكونوا سوا، فبتوافق تشيكا وبتتبسط جدا، وبيفضلوا هما الاتنين يضحكوا، بس في وسط كلامهم واحلامهم بيلاقوا ان مكتوب على ايس كريم حاجه، وهي اذا كانوا هيعيشوا ولا لا، فبيكون مكتوب على الايس كريم بتاع تاكاهاتا ان هو هيعيش، بس بتاع تشيكا بيكون مكتوب عليه ان هي هتموت. وبتطلع الكائنات دي تاني بعدها وبتقول انكم عشان تعيشوا كل ده كان مطلوب منكم صفات كتير، منهم الشجاعه والقوه، بس كان في صفه واحده اهم من الاتنين وهي الحظ، وبنعرف ان كلهم هيموتوا بس تاكاهاتا وامايا بس هما اللي هيفضلوا عايشين. فبيفضل تاكاهاتا وتشيكا يعيطوا علشان كانوا بيحبوا بعض وبيقدروا ان هما يودعوا بعض قبل ما تشيكا تموت. وقتها الكائنات دي بتضرب تشيكا بالليزر وبتموتها، وقتها بيكون تاكاهاتا حزين جدا ومقهور، وبيلاقي نفسه انتقل للعالم الحقيقي هو وامايا، وبيكون كل الناس متجمعين وفرحانين جدا عشان بيعرفوا ان هما اللي نجوا. بنروح بعدها لواحده اسمها ميج، وبيكون اليوم مميز بالنسبه لها لسببين، اول حاجه ان ده بيكون عيد ميلاد ابنها جاك، والسبب التاني ان هي اكتشفت ان هي حامل، فبتقرر وقتها ان هي تعمل عيد ميلاد ابنها وتجيب مهرج فيه، بالذات ان ابنها بيكون بيحب المهرجين جدا. بس بعدها مكتب الحفلات بيكلمها وبيعتذروا منها علشان المهرج اللي كان المفروض يروح حصل له ظرف ومش هيقدر ان هو يروح، فبتتصل وقتها ميج بجوزها كنت وبتكون متوتره ومش عارفه تعمل ايه، بالذات ان هي وعدت ابنها ان هي هتجيب له مهرج، فبيحاول وقتها كنت ان هو يطمنها وبيوعدها ان هو هيتصرف. وبيكون كنت وقتها شغال سمسار عقارات وبيشتغل في شقه قديمه، وبيلمح وقتها صندوق قديم متقفل كويس، فبيشوفه وبيكون في بدله مهرج كامله كانها جهزاله ليوم زي ده، ومن غير ما يفكر وقتها بيلبس البدله وبيطلع على الحفله، وفعلا وقتها الاطفال بيفرحوا جدا واليوم بيعدي بسلام، والحفله بعدها بتخلص وكنت بيطلع جاك لاوضته، وبيجي بعدها تاني يوم وكنت بيصحى على صوت ميج وبتكون متعصبه جدا، وبتطلب وقتها منه ان هو ياخد جاك على المدرسه عشان يتاخر، فبيحاول وقتها كنت ان هو يقلع البدله، بس البدله مش بتكون راضيه تتقلع، حتى الباروكه والمناخير والجوانتي كل حاجه مش راضيه ان هي تتقلع، وكله بيكون لازق في جلده كانه جزء منه، وبيكون وقتها حاسس بجوع غريب واحساس بالغضب، وبيكون شكله بدا ان هو يتغير واحده واحده، وبيدرك وقتها ان الشيء اللي لابسه ده مش مجرد طقم مهرج عادي، فبيروح وقتها يجيب منشار عشان يحاول ان هو يقطعها، بس وقتها المنشار هو اللي بيبوظ، فبيجيب وقتها كنت اخره وبيستسلم وبيرجع محبط، وبيكون لسه لابس اللبس بتاع المهرج. واول ما ميج بتشوفه بتستغرب جدا وبتقول له انت عجبك شخصيه المهرج دي ولا ايه؟ كنت وقتها بيحكي لها على اللي حصل وان هو حاول يقلعها ومش عارف، في الاول بتكون مش مصدقاه بس بتقرر ان هي تساعده، وبتروح تجيب ادواتها الطبيه، وبتحاول وقتها ان هي تشيل الكره الحمراء اللي على مناخيره، بس بتلاقي وقتها ان هي كانت لازقه جامد جدا في جلده، ولما حاولت تشدها بالقوه قطعت حته من جلده واتشالت معاها، وكنت بيكون عمال يصرخ من الالم، بس بتحصل كارثه اكبر من كل ده، وهي ان الكلب بتاعهم بياخد القطعه دي من الارض وبياكلها. الغريب اكتر من كل ده ان الباروكه اللي فوق دماغه ما بقتش باروكه وبقت جزء منه كانها شعره الحقيقي، وفي وسط كل ده جاك بيصحى من النوم، فميج بتحاول وقتها ان هي تهدي الموقف وبترجعه على السرير، وكنت بسبب الجرح بتاع مناخيره بيروح على المستشفى، والدكتور هناك بيعمل له شاش وبيغطيه، بس مش بيكون في اي تفسير على اللي بيحصل له. ولما بيرجع كنت البيت بيبدا يحس بحاجه غريبه، جوع غريب جدا ومش طبيعي، وبيفضل وقتها ياكل في اي حاجه بيلاقيها قدامه بس بيكون مش بيشبع. بيجي بعدها تاني يوم الصبح وميج بتصحى عشان تجهز جاك للمدرسه، وبتتفاجئ وقتها من منظر المطبخ اللي بيكون مقلوب من فوق لتحت، والاكل بيكون متبعتر في كل مكان، وبتلاقي وقتها ورقه من كنت مكتوب فيها ان هو رايح يدور على تفسير اللي بيحصل له. وبنروح بعدها لكنت اللي بيرجع للبيت اللي هو لقى البدله دي فيه. كنت بيلاحظ حاجه، وهي ان الصندوق اللي كان فيه البدله مربوط بسلاسل حديد، وكأن حد بيحاول ان هو يمنع حاجه من ان هي تحصل، فبيقرر وقتها كنت ان هو يروح بنفسه ويدور في الورق، وبياخد وقتها الملف بتاع البيت وبيمشي على كافيه هادي عشان يقرا فيه، وهناك بيكتشف ان صاحب البيت الاصلي كان اسمه مارتن كارلسون، وان الراجل ده مات من فتره. كنت وقتها بيقعد يفكر وهو متوتر جدا، وبطنه وقتها بتطلع صوت، بس المره دي بيكون اكتر من اي وقت فات، وفي وسط ما هو سرحان بيلاحظ ان في طفل صغير واقف بيبص له من بعيد، وساعتها احساس الجوع اللي جواه بيتحول لافتراس، وحاجه جواه بتقول له انت لازم تاكل الولد. وبيوصل وقتها لمحل فيه لبس تنكري، وبيدخل يسال عن البدله دي. الموظف اللي هناك وقتها بيديله تليفون راجل اسمه بيرت كارلسون، وبيقول له ان هو من نفس عيله صاحب البدله الاصلي. كنت وقتها بيركب عربيته وبيتصل بالرقم، واول ما الراجل بيرد صوته بيكون مهزوز وخوفه واضح جدا، وساعتها بيقول له اياك تلمس البدله الملعونه دي، بس كنت وقتها بيرد عليه
عليه وبيقول له انا اصلا لابسها، والراجل وقتها مش بيتردد وبيقول له ما تقلقش الموضوع بسيط، تعال عندي وانا هساعدك تخلص منها. فكنت وقتها بياخد العنوان وبيتحرك عليه وبيوصل وقتها لمكان بعيد وهادي، وهناك بيقابل الراجل اللي اسمه بيرت كارسون، وبنعرف ان اخوه مارتن هو اللي كان صاحب البدله دي. بيرت وقتها بيستقبل كنت في بيته وبيقول له وقتها ان البدله دي بدله ملعونه وان اي حد بيلبسها بيسكن فيه شيطان، وبيحكي له وقتها الحكايه بتاعه المهرج الحقيقي. بس وقتها بيفقد كنت الوعي وبيقول له بيرت سامحني على اللي انا هعمله. بعد شويه كنت بيفوق وبيلاقي نفسه مربوط، وبيرت وقتها بيكون واقف فوقه وبيقول له ان المفروض الشاي ده يكون فيه منوم ينومك اكتر من كده، وللاسف هيضطر ان هو يقتله صاحي عشان مفيش وقت. وفعلا بيقدر وقتها ان هو يفك الحبل في اللحظه الاخيره، بس بيرت وقتها بيهجم عليه فاس كبير وبيرشقه في كتفه. كنت وقتها بيكون متعصب وبيتألم جدا وبيسحب وقتها الفاس من كتفه وبيرميه على بيرت، بعدها بيوقعه على الارض وبياخد منه مسدس. وبيرت وقتها بيأكد له ان دي مش بدله وان ده جلد الشيطان نفسه، وكنت ما بيبقاش فاهم قصده ايه، بس بياخد عربيته وبيرجع على البيت باقصى سرعه، وهناك بيحكي لمراته على كل اللي حصل وبيطلب وقتها منها ان هي تتصل بالشرطه فورا. وقبل ما الدنيا تهدى اخو ميك بيقرب من كنت عشان يشيل الباروكه من على راسه، بس اول ما بيلمسها كنت بيحس بالالم وبيشيل ايده، وبمجرد ما بيلمسه بيكسر عظمه، وواضح جدا ان البدله ابتدت تديله قوه خارقه. وقتها كل اللي موجودين بيخافوا منه جدا حتى مراته، وبيقرر وقتها كنت ان هو يبعد عشان ما يخوفهمش اكتر من كده، وبياخد وقتها بيرت في العربيه وبيتحرك على قسم الشرطه. بس في نص الطريق التحول بيبدا يبان وشكل كلام بيرت كده حقيقي، صوابع ايد كنت ورجليه بتطول بطريقه مرعبه، وبيرت وقتها بيلاحظ اللي بيحصل فبيهجم عليه وبيحاول ان هو يخنقه بالكلبشات، بس كنت وقتها بيفقد السيطره على العربيه وبيعملوا حادثه. وطبعا وقتها مش بيكون غريب ان كنت بيخرج من العربيه سليم تماما، وبيسحب بيرت المصاب من العربيه وبيساله هو انت ليه بتعمل فيا كده، لكن بيرت وقتها بيكون فرهد وبيرد وهو بيصرخ من الالم وبيقول له اقتل نفسك بسرعه قبل التحول ما يكمل، وبيأكد له وقتها ان ده الحل الوحيد عشان يمنع الشر ان هو ينتشر في جسمه. في اللحظه دي في عربيه تانية بتقف جنبهم وبيكون فيها 2 اطفال، كنت وقتها بيبص عليهم وبطنه بتبدا ان هي تطلع صوت تاني، بس المره دي مش بيكون مجرد جوع عادي، نظرته وقتها بتتغير وعقله بيدخل في هلوسه غريبه، فبيسحب نفسه وقتها وبيجري ناحيه الغابه عشان يبعد عنهم. بس لسوء الحظ بيكون فيه مخيم في الغابه، والمخيم ده بيكون فيه ولد صغير كان طالع عشان يغسل طبق بعد العشاء، وفجاه بيسمع صوت بطن بتفرفر بطريقه غريبه، بيبص حواليه وبيلاقي راجل غريب واقف بين الشجر، والراجل ده طبعا بيكون كنت، وبيكون شكله تعبان جدا وجعان، وبيساله بصوت واطي معاك حاجه كلها، فبيمدله ايده بكل براءه وبيطلع بسكوته من جيبه وبيقدمها له، لكن اول ما بيقرب كنت بيمسك ايده وبيقطع صوابعه، والوحش اللي جوه كنت بيكون صاحبي الكامل. تاني يوم ميك بتروح لمدير المدرسه وبتترجاه ان هو ما يسمحش لكنت ياخد جاك من المدرسه مهما حصل، وبعد ما بتطمن بتودع ابنها وبتمشي. في الوقت ده بيكون كنت داق طعم اللحم البشري لاول مره، وبيكتشف وقتها ان سنينه الاصليه بدات تقع، فبيقرر وقتها ان هو يهرب من العالم كله ويعزل نفسه في واحد من البيوت اللي بيبيعها، واول ما بيدخل بيلاقي ولد صغير بيكلمه بكل عفويه، بس اول ما بيسمعه بطنه بتفرفر ونظرته بتتغير. كنت وقتها بيحاول بكل قوته وبيطلب من الولد ان هو يمشي ويبعد عنه، وبيقفل وقتها الباب على نفسه. بنرجع بعدها للبيت وميك بتكون بتحاول تسيطر على الكلب بتاعهم عشان الكلب بيكون اتجنن بعد ما اكل المناخير بتاعه المهرج، وفجاه وقتها بيرن التليفون بتاعها وبيكون كنت بيتاسف لها وقتها على كل البلاوي اللي حصلت، وبيقول لها ان هو عرف هيعمل ايه وان مفيش حل تاني. بعدها بيقفل الخط وميك بتقلق عليه جدا وبتبدا ان هي تعيط، وفي اللحظه دي كنت بيرفع مسدس لبقه ومن غير ما يفكر بيضرب مسدس، بس الدم اللي بيطرطش وقتها بيكون لونه فاتح مش احمر، وبعد ثواني عينه بتفتح وبيفوق من تاني كأن الشيطان اللي جواه هو اللي بيحميه من الموت. وبعد محاولة الانتحار الفاشلة دي بيقرر ان هو يخلص على نفسه بأي تمن، فبيروح محل ادوات بناء وبيشتري مناشير ومواد حادة، وبيرجع بعدها عشان ينفذ فكرة مجنونة. في الوقت ده ميك بتبدأ تحس ان جوزها بيغرق في الضلمة، وبتقرر وقتها ان هي تروح وتدور عليه، وبتلف وقتها على كل البيوت اللي هو كان شغال فيها عشان تقدر ان هي تلاقيه قبل ما يتحول لحاجة مرعبة. وفي واحد من البيوت دي كنت كان بيجهز مشهد مرعب، وبيكون بيركب منشارين مواجهين لبعض، وبيقعد وقتها على كرسي عالي ومرتب ان هو يقع براسه في النص عشان يقطع راسه ويخلص على الشيطان اللي جواه. وقتها بيحاول كنت ان هو يشجع نفسه، بس لما بيجي بيقع بيفقد توازنه وبيقع الناحيه التانيه وبيخبط في منشارين، والنتيجه ان ما بيحصلوش ولا خدش، المنشارين بيكونوا اتكسروا وكنت بيطلع منها سليم. وفي اللحظه اللي بعدها بيدخل الولد الصغير اللي كان كلمه قبل كده وبيشوفه وقتها واقع، فبيجري عليه عشان يطمن، بس لسوء الحظ جزء من المنشار المكسور ده بيطير وبيسيب الولد في دماغه والولد بيموت، وكنت وقتها بيقف مذهول وقلبه بيتقطع، بس الجوع وقتها بينهش فيه تاني، وكل ما يبص على جسم الطفل بطنه بتفرفر تاني بأعلى صوت، وهنا بيبدأ كنت ان هو ياكل اول وجبة بشرية ليه. في نفس الوقت ده ميك بتوصل للبيت وبتحاول ان هي تفتح الباب، بس كنت وقتها بيسمع صوتها وبيصرخ اوعي تفتحي انا مش طبيعي، بس ميك بترفض ان هي تمشي وتتخلى عنه، وبتأكد له وقتها ان هي مصدقاه وان هم
هم هيقدروا يعدوا ده مع بعض. كنت وقتها بيفتح الباب بهدوء وبيقول لها خديني بعيد عن هنا، وكنت وقتها بيبص لها بعين كلها وجع وبيطلب منها ان هي تربطه وما تسيبوش ان هو يخرج مهما حصل. وفعلا ميج بتربطه بسلاسل حديد وبتحاول ان هي تفهم منه ايه اللي بيحصل. فبتفتح وقتها كتاب بيرت القديم وبتقرا وقتها فيه عنوان عن الاخوه كارسون وصوره لبيرت نفسه وهو لابس نفس البدله بتاعه المهرج. ووقتها بتفهم ان بيرت مش غريب عن الموضوع وان هو ذات نفسه كان ضحيه قبل كده، وبتجري وقتها على المستشفى عشان تزوره وتواجهه. بس بيرت وقتها مش بيكون قادر ان هو يتكلم وبيمسك نوتة وبيكتب فيها فين كنت، انا الوحيد اللي هقدر اساعده، وبيطلب منها ان هي مهما حصل ما تثقش فيه ابدا. ميج وقتها بتبدا ان هي تفقد اعصابها ما بين جوزها اللي جواه شيطان وطفلها اللي جاي، والدنيا كلها وقتها بتنهار حواليها. بس ميج ما بتسكتش والفضول بيكون بيولع فيها. بتروح وقتها على البيت اللي فيه البدله وبتبدا تفتش المكان من تاني، وهناك بتكتشف حاجه مرعبه، كاميرا متثبته ومتوجهه ناحيه كرسي عليه كلبشات. وبتبدا وقتها ان هي تشغل التسجيلات وبتشوف مشاهد مرعبه لشخص لابس بدله مهرج بيكون بيتلوي وبيتخبط وبيتصرف كانه بيتحول لحاجه مش بشريه. وورا الحيطه بيكون في دكتور بيجهز كرسي متحرك شكله كان بيحاول يسيطر على اللي بيحصل. في الوقت ده جاك بيكون في المدرسه قاعد بيعيط ووشه كله حزن، بس الطفل التافه كولتون بيشوفه وبيبدا ان هو يتريق عليه وبيغمز ايده في الغيره عشان يلطخ بيه الوش بتاع جاك. بس هنا جاك بينفجر وبيعض ايده، بعدها بيجري وبيسيب المدرسه وبيفضل يجري وكل همه ان هو يوصل للبيت. واول لما جاك بيوصل للبيت بيفضل ينادي على مامته، بس الصوت اللي بيرد عليه مش بيكون صوت امه، وبيقول له هي مش هنا يا جاك بس انا هنا. وبيكون اللي بيتكلم وقتها كنت، او بمعنى اصح الكائن اللي اسمه كنت. بيرد من تحت جاك بتردد بابا هو انت تحت؟ فبيطلب منه وقتها كنت ان هو ينزل له. طفل بريء فاكر ان ابوه تحت فبينزل. وفي نفس اللحظه دي في بيت كارسون ميج بتشوف التسجيل لاخره. المهرج اللي في التسجيل ما كانش بيقلع البدله وكان بيختفي جواها، ومع كل دقيقه بتعدي الحقيقه بتقرب اكتر والوقت بيجري. وفجاه موبايلها بيرن، مكالمه من صاحبتها اللي كانت المفروض تيجي تاخد جاك من المدرسه، بس وقتها بتقول لها جمله بتهز قلبها وهي ان جاك مش هنا. المكالمه وقتها بتخوف ميج جدا، ووقتها ميج من كتر الخوف بتجري على البيت وبتكون خايفه جدا تكون وصلت متاخر. واول ما بتدخل بتفضل تنادي على جاك، قلبها بيكون بيدق بسرعه وعينيها بتلف في كل ركن في البيت. بس فجاه بتلاقيه قاعد في الصاله سليم ووشه هادي. بتبص له وهي مش مصدقه وبتساله هو انت ليه سبت المدرسه يا جاك؟ بس جاك وقتها بيفضل ساكت وعينيه فيها حاجه غريبه. وفي الوقت ده كولتون اللي كان بيتنمر على جاك بيكون قاعد في اوضته وبيلعب مع اصحابه على النت، وفجاه بيحس ان في حاجه وراه وبيبص وقتها وبيلاقي ظل واقف وشكله مش طبيعي، وبيجري بعدها يجيب حاجه عشان يدافع بيها عن نفسه. وبيفضل يدور في البيت كله على حاجه عشان يدافع بيها، بس اول ما بيشوف الشخص ده بيثبت مكانه. وكنت وقتها بيساله انت بقى اللي بتتنمر على ابني؟ ووقتها بيمسكه من رقبته وبيعض فيه بكل وحشيه وبيقتله. بنروح بعدها البيت ميج وبتكون بتحاول تحضر شنطه عشان تهرب هي وابنها، بس قبل ما تلحق تطلع الكلب بتاعهم بيهرب، والمره دي مش بيكون كلب عادي، بيكون كلب ملبوس بنفس اللعنه اللي كنت ملبوس بيها. الكلب بيهجم عليها وقتها من غير اي تفكير وعينيه فيها نفس الشر. وفي اللحظه المناسبه وقتها بيظهر بيرت بيقدر ان هو يوقف الكلب ويموته عشان ينقذ ميج منه، وفعلا وقتها الكلب بيموت وميج بتكون مصدومه وعينيها مش بتكون قادره تستوعب اللي حصل. بس بيرت وقتها بيحاول ان هو يهديها ويفكرها باللي لازم يحصل، وبيسالها بهدوء هو فين كنت؟ لازم نلاقيه قبل ما الوقت يفوت. وخلال ما هي بتحاول تهدى بيرت بيطلع حاجه من جيبه وبيبدا يخلع سنينه واحده ورا التانيه بايده وفي دم بيخرج من بقه، وبيقول هو بيتوجع عشان تخلصي من اللعنه دي لازم تقلعيها سنه سنه وتدفني كل جزء في مكانه قبل ما الشيطان يستقر في الجسم بالكامل. وبيرت وقتها بيقرر ان هو يقول لها الحقيقه كامله. بيقول لميج وقتها البدله دي جات لي بالصدفه، وبيرت ساعتها قرر ان هو يبيعها للسيرك. بس وقتها جات له فكره ليه ما يستخدمهاش هو في حاجه كويسه. لبس البدله وقتها بنفسه وراح المستشفى اللي اخوه مارتن بيشتغل فيها، وبيكون هدفه ان هو يضحك الاطفال اللي عندهم مرض عشان يدخل الفرحه على قلوبهم. بس وقتها الضحك ده بيتحول لصراخ وبيبدا التحول. مارتن بعد ما شاف اللي حصل وعد بيرت ان هو هيلاقي العلاج، بس قبل ما اي حاجه تتنفذ بيرت بيفقد وعيه، وبعد ما بيصحى بعدها بكام يوم البدله بتكون اختفت واللعنه كانها راحت. بس اللي ما يعرفوش وقتها ان مارتن لبس البدله واستسلم للشيطان وقدم له 5 اطفال مرضى من المستشفى، طفل لكل شهر شتوي من شهور ايسلندا ال5. وبعد ما الشيطان اخد اللي هو عايزه قلع البدله عن بيرت وخلاه يعيش. بس من بعدها الحياه ما بقتش حياه. تساله وقتها هو كنت فين؟ انا لازم الاقي له حل قبل ما يتحول. وجاك وقتها بيقول لها ان هو راح عند كولتون. فميج وقتها بتاخد ابنها وبتروح تسيبه عند ابوها من غير ما تشرح له حاجه، وبتركب وقتها عربيتها وبتروح على بيت كولتون. واول ما بتوصل الصمت بيكون مالي المكان كله. بتدخل وقتها البيت بحذر وبتلاقي كولتون ميت. ميج وقتها بتكون مصدومه جدا من اللي شايفاه وبتسال نفسها وقتها هو راح فين بعد كده، وبتفكر في حاجه قالها لها كنت زمان، وهي ان جاك والاطفال بيحبوا يروحوا المكان اسمه تشاكي تشيز. وساعتها بتعرف ان هو رايح على هناك، وبيكون المكان ده مكان للعب الاطفال. واول لما بتوصل بالعربيه بتبص على بيرت وبتقول له استناني هنا انا هروح اجيبه. وبتدخل وقتها وهي بتتنفس بصعوبه وقلبها
بتترج وعينيها بتكون بتلف في المكان وبتدور على جوزها. وفي اللحظه دي جوه ساحه الالعاب بيكون في طفل صغير بيدور على اخوه، بس فجاه بيطلع دم من اللعبه وبنشوف وقتها كنت بيحاول ان هو ياكل الطفل الصغير. وقتها اخوه بيحاول ان هو يصرخ ويشتت انتباه الشيطان، وفي وسط الجري والعياط ده كله بتفضل تدور ميج عليه لحد ما فجاه حد بيسحبها من دراعها، ولما بتلف بتلاقي ان هو بيرت وعينه بتكون مش ثابته، وبيسحبها جوه المطبخ وهناك بتشوف كنت وبيكون واقف لوحده وشكله مش طبيعي، وبيبص لها وقتها وبيقول لها هو ايه اللي حصل؟ هو انا ليه عملت كده؟ ميج وقتها صوتها بيرتعش وبتقرب منه وبتقول له انا هساعدك بس ارجع لي. بس اللحظه دي للاسف مش بتكمل، وبيرت وقتها بيطلع فاس وبيهجم عليه فجاه وبيحاول ان هو يقطع راس كنت، وللاسف ضربه الفاس دي مش بتقتل كنت، وكنت وقتها بيوقع بيرت على الارض وبيحاول ان هو يقتله قدام ميج، بس ميج وقتها بتصرخ وبتترجى ان هو ما يعملش كده، وبيحصل وقتها معجزه وفعلا بيوقف لسبب مجهول، وبيبص لها بعين فيها تحدي وبيقول لها فاضل طفل واحد بس، لو انت ما جبتهوليش جاك هو هيكون الطفل ده. بتخرج وقتها ميج من المطعم وبتتصل بابوها بسرعه وبتقول له خد جاك واهرب بسرعه، بس قبل ما بتشرح له الموقف بتشوف طفل تايه وبتقفل بسرعه عشان تلحقه، وبتطلع هدوم من شنطتها عشان تغطيه. وقتها امه بتطلع فجاه وبتحطه في حضنها. ميج بعدها بترجع للعربيه وبتكون قاعده تايهه ومش عارفه تعمل ايه، وفجاه في بنت صغيره بتخبط على الشباك وبتطلب منها ان هي توصلها، وميج وقتها طبعا بتوافق وبتستغل وقتها نوم الطفل في العربيه وبتسوق على المكان اللي المفروض تروحه اللي كنت قال لها ان هو هيستناها فيه، بس اول ما بتوصل بتحاول ان هي تصحيها وبتنزلها. البنت بتحس بخوف كبير جدا وبتفضل تخبط على الشباك وتعيط وتطلب منها ان هي تفتح لها. ميج وقتها بتتشل وضميرها بيكون بينهك فيها، لكن قبل ما بتتحرك في شرطي بيظهر وبيخبط على العربيه، وبتكون ميج وقتها مرتبكه جدا ومش فاهمه ليه كنت لسه ما ظهرش، وبتدرك وقتها الحقيقه مرعبه وهي ان كنت راح على جاك، فبتشد وقتها الدركسيون وبتلف العربيه وبتبدا تقطع المدينه كلها بجنون، وبتحاول ان هي تكلم ابوها بس ابوها مش بيرد، وشويه وبتوصل البيت وبتلاقي ابوها، بس قبل ما بتبدا كلامها معاه بيحصل الكابوس الحقيقي. كنت فجاه بيظهر وشكله بيكون مش انسان طبيعي وفي ثانيه بيهجم على الراجل. الدم وقتها بينزل وميج بتصرخ وبتجري وقتها على الجراج وبتقفل الباب وبتفضل تاخد نفسها بصعوبه، وبتمد ايدها على الارض وبتمسك شاكوش ضخم وبتستعد للمواجهه، وفجاه جاك بينزل من فوق السلم وميج بتشاور له بسرعه يطلع لفوق، ووقتها فعلا بيطلع وبيحاول ان هو يستخبى، بس كنت وقتها بيتحرك ناحيه ميج، بس ميج وقتها بتحاول ان هي تمسك الشاكوش وتضربه في وشه باقصى قوتها، وميج وقتها بعين مليانه دموع وبتطلب من جاك ان هو يهرب بسرعه، والولد فعلا بيجري وبيوصل لباب مقفول وبيتحاصر، فبيضطر ان هو يستخبى تحت السلم. وقتها كنت بيسمعه وبيبدا يدور عليه، وميج رغم الالم اللي هي فيه بتقف وبتمسك سكينه وبتجري وراه وبتغرزها في رقبته اكتر من مره. دم كتير بيكون في المكان، بس الشيطان برضه مش بيموت، بيلف وبيعض كتفها بقوه رهيبه وبيرميها وقتها على الدولاب فبتغيب عن الوعي. الوحش دلوقتي بيكون حر وبيكون الدور جه على جاك، واخيرا بيوصل لمكانه وبيشوفه تحت السلم، بس المساحه ضيقه عليه وبيبدا يفكر ان هو يرجع لورا. وقتها جاك بيفتكر ان الخطر عدى خلاص وبيحاول ان هو يخرج، بس وقتها كنت بيرجع وبيسد الفتحه بتاعه الخروج بالطوب وبيقفل المكان عليه عشان ما يهربش. وقتها ميج بتفوق وبتمسك سلسله وبتلفها حواليه وبتفضل تشد فيه بكل قوتها، وكنت وقتها بيكون بيصرخ، وبعدها بتمسك الشاكوش وبترفعه وبتكون هتنزله على راسه، بس بتسمع صوت كنت وبيكون بيقول لها ارجوكي ساعديني، فبتبص وقتها لابنها وبتطلب منه ان هو يجيب لها الكتاب والسلاسل، وبيكون عندها امل ان هي تنقذ كنت، بس جاك وقتها بيقول لها ان ده مش بابا وارجوكي خلصيني منه، فوقتها كنت بيتعصب جدا وبيهاجمهم مره تانية بعنف شيطاني. وقتها ميج بكل شجاعه بتضربه ضربه واحده على راسه وبتكون قاضيه. بعدها ميج بتحضن ابنها وبتفضل تعيط وبتتاسف له. لو سهرة الخميس عجبتك قولي رأيك فيها عشان اعرف اكمل واعمل سهرات تانية كتير شبه دي ولا لا، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد بنزله، وسلام.